اهلا بيكم في فيديو جديد معانا. في الفيديو ده هنعرف ازاي نستخدم subjective pronouns لكن في حالة النفي مع verb to be. يلا نشوف الامثلة اللي معانا وازاي نطبق عليها. اول مثال مثلا قلت I'm not a student. I'm not a student. not هنا معناها لا للنفي. يعني انا مثلا لما اقول I'm a student معناها ان انا طالب بقى في مدرسة، طالب في كلية، طالب في كورس زي دلوقتي. اي حد بيتفرج دلوقتي يقدر يقول I'm a student علشان بيدرس معانا. لكن هل ينفع انا اقول على نفسي طالب؟ اكيد لا، انا مدرس وبشرح لكم دلوقتي، فهقول I'm not a student. I'm a teacher. يبقى في حالة النفي هنا بعمل ايه؟ اول حاجة بدأت بيها السبجكت بتاعي، فقلت هنا I. وكلنا عرفنا ان subjective pronouns متكونين من 7. اول حاجة لو بتكلم عن نفسي بقول I. لو بتكلم عن راجل بقول he. بنت she. اي حاجة غير عاقل بقول it. لو كلنا جروب مع بعض هنا بقول we. بكلمك انت او بكلمكم انتوا بقول you. واخر حاجة لو بتكلم عن مجموعة تانية بقول they. تمام. بعد كده بستخدم حاجة اسمها هنا verb to be. وقلنا verb to be مع I قلت am، فهنا بقول I am. لو he is، she is، it is زي ما قلنا قبل كده. we you they هستخدم yes are. يبقى كده عرفنا ان الحاجات دي قلناها قبل كده وان انا استخدم subjective pronouns مع verb to be. لكن ايه اللي جد عليا النهارده؟ ان انا قلت I am not a student. I'm a teacher. فلما جيت نفتها قلت not. يبقى بعد verb to be لازم احط كلمة not. بس خلي بالك معايا، قلنا قبل كده في الكونتراكشن بتاع verb to be ان انا ما بقولش كلمة am، بقول apostrophe am. طب is yes apostrophe is or apostrophe or e. ده لما باجي اعمل contraction لverb to be. فمثلا هنا قلت لكن برضو زي ما عندي contraction لverb to be لازم اعرف ان عندي contraction لكلمة not. وكلمة not الكونتراكشن بتاعها ان انا بشيل حرف الاو وبكتب n apostrophe t. لكن طيب دلوقتي واحد يقول لي طب مستر هل ينفع احط not اللي هو الاختصار n apostrophe t مع الاختصار او الكونتراكشن بتاع verb to be؟ never. يبقى هنا ما ينفعش خالص اجي واقول I am a teacher. ده غلط تماما، اوعى تعمله خالص. لكن ازاي اقدر اعمله؟ اعرف القاعده دي معايا مهمه جدا، ان انا وانا بحط اي contraction ما ينفعش يكون two contractions جايين جنب بعض، فلازم بعمل واحد بس. فلو قلت is يبقى هنا ينفع احط الكونتراكشن ان apostrophe t. لكن لو عملت apostrophe s يبقى لازم اكتب كلمه not. اوكي؟ فدي قاعده مهمه جدا لازم كلنا نعرفها واحنا بنعمل النفي لverb to be. حاجه كمان خليني اقولها لك، لو جيت قلنا دلوقتي ان verb to be am is are، احنا قلنا ان انا عندي طريقتين اعملهم بيها، مع كلمه not او الكونتراكشن بتاعها. ولكن خلي بالك من حاجه مهمه، ان انا عندي am is are لما اجي اعمل لهم هما الثلاثه النفي لازم اخد بالي من حاجه، ان كلمه are ليها طريقتين. ممكن اكتب are not من غير contraction، وممكن اقولها in apostrophe t، فبقولها are not aren't. نفس الموضوع مع is، ينفع اقول is not وممكن اقول isn't. لكن خلي بالك في القاعده دي مهمه جدا، am ما بيجيش معاها غير am not، فما ينفعش اقول ابدا amn، مستحيل. فهنا بقول am not. زي ما قلنا في المثال بتاعنا دلوقتي I'm a teacher. I'm not a student. عايز اقول مثلا ان دي مش صورة قطة، دي صورة كلب، فهقول It's not a cat. It's a dog.
وزي ما احنا عارفين ان it بستخدمها علشان اتكلم مثلا عن المكان، فبقول it's not France. It's not France. It's Egypt. It's Egypt. برضو بستخدمها عن الأشياء، فبقول it's not a chair. It's not a chair. It's a sofa. It's a sofa. برضو عن الحيوانات، فبقول it's not a lion. It's not a lion. It's a tiger. It's a tiger. فلازم أعرف إن كلمة it بستخدمها عن أي شيء غير عاقل، لكن ما ينفعش استخدمها عن الإنسان لأن هو ده العاقل. يلا نشوف أمثلة تانية، وعايزكم تسمعوا الجمل وتكرروها ورايا. مثلا هنا هقول He's not a baby. He's not a baby. He's a man. He's a man. تاني حاجة She's not a woman. She's not a woman. She's a girl. She's a girl. تالت حاجة معانا We're not sisters. We're not sisters. We are friends. We are friends. They're not bicycles. They're not bicycles. They're motorbikes. They're motorbikes. في الفيديو ده احنا اتعلمنا ازاي نقدر نستخدم subjective pronouns مع verb to be في حالة النفي. اتمنى تكونوا استفدتوا، ونتقابل ان شاء الله في درس جديد. باي. كونسبت، اتعلم انجليزي صح.